قبل ما تقول انا مسافر امريكا، هل فكرت فعلا القرار ده يستاهل ولا لا؟ كل يوم بنسمع عن ناس بتهاجر وتسيب اللي وراها واللي قدامها وتسيب كل حاجه هي عايشه فيها وتروح تبدا من الصفر في بلد جديده، والبلد دي على الاغلب بتكون امريكا. بس السؤال الحقيقي هنا قبل ما تقول انا مسافر امريكا، هل فكرت هل دي فعلا خطوه تستاهل ولا لا؟ هل انت مستعد تدفع ثمن التغيير ده؟ خليني احكي لك عن الجوانب اللي محدش بيقولها واللي لازم تفكر فيها قبل ما تقرر تهاجر او تسافر لامريكا. امريكا اتصورت لناس كتير على انها الجنه، بلد الفرص والاحلام، البلد اللي هتحقق فيها كل اللي نفسك فيه، بس ده مش ببلاش. هتلاقي هناك شغل كتير، تعليم ممتاز، حريه، نظام، قوانين بتحميك، بس كمان في منافسه شرسه، ضغوط، غربه، والغربه دي بيجي تحتها حاجات كتير جدا، وتكاليف معيشه ممكن تكون فوق طاقتك في البدايه. الفرق بين اللي بينجح ويكمل في امريكا واللي بيسيب امريكا ويرجع بلده ويقول امريكا بلد وحشه هو ان هو بيفهم ده من البدايه وبيكون محدد هدف، وبيكون واقعي في اختيار احلامه وواقعي في تحديد اهدافه. واحده من اكبر التحديات اللي الناس هنا مش بتحسب حسابها هو الاستعداد النفسي. الغربه تقيله والوحده اصعب بكتير مما تتخيل. انت فجاه بقيت بعيد عن اهلك، عن صحابك، عن لغتك، عن المكان اللي اتربيت فيه، عن كل حاجه ممكن تبقى بتنتمي ليها. حتى ابسط الحاجات زي الاكل والشاي والقهوه والحاجات البسيطه دي ممكن تحسسك انك غريب. لو مش قوي نفسيا ومستعد ان انت تتاقلم، امريكا هتكون صعبه جدا عليك والغربه هتكون صعبه جدا عليك. امريكا بتقدم لك مميزات كتير، اهمها سوق العمل الضخم اللي ممكن تبدا فيه من الصفر توصل لمكانه كبيره جدا لو اشتغلت على نفسك صح. تعليم عالي الجوده ليك ولاولادك، وبقول ليك ولاولادك لان انت ممكن تيجي امريكا وتبدا تتعلم من الاول، ودي حاجه من الحاجات اللي هتواجهك لما تيجي امريكا، ان احنا شهاداتنا مش معتمده هنا والمعادلات بتبقى صعبه لمعظم الشهادات، ففي ناس كتير بتبدا الدراسه من البدايه. نظام القوانين هنا بيضمن لك حقوقك وبيحفظ لك حقوقك، وانت عايش هنا زيك زي اي حد تاني، مفيش حد عنده حقوق اقل منك او حقوق اكتر منك، انت زيك زي اي حد تاني موجود في امريكا. حريه شخصيه وفكريه، ممكن تعيش بطريقتك، ممكن تعمل اللي انت عايزه من غير ما حد يحكم عليك او حد يقول لك انت بتعمل ايه او حد يحاسبك على اللي بتعمله. بس المميزات دي كلها مش هتجيلك ببلاش، لازم تتعب وتشتغل وتثبت نفسك عشان تقدر تحقق كل ده. في كمان تحديات كتير هتقابلك في الطريق، اهمها هو صعوبه الهجره والناس اللي بتكسب الهجره العشوائيه قليلين جدا، ولو انت بتدور على هجره عن طريق اي حاجه تانية فالهجره مش بتاخد اعداد كبيره. الناس اللي بتيجي بفيز وتعيش في امريكا فالفيزا برضو مش سهله. الاقامه هنا بتاخد فلوس كتير مش شويه، خصوصا لو انت جاي من مصر وبتحسب بالجنيه المصري فانت بتدفع هنا بالدولار. فرق العمله ده بيأزمك في البدايه، ولكن مع الوقت الامور بتتحسن. قوانين هنا بتشكل حاجه من التحديات، لان انت عندك قوانين هنا لازم ترتدع ليها وتبقى ماشي تحتها. التعامل مع قوانين غريبه عنك وجديده عليك مش عارف تتاقلم معاها، خصوصا في الحريه. هنا ما تقدرش تتفرج على حد او تفضل باصص عليه او تفضل تعلق عليه، كل واحد هنا ليه حريته الشخصيه وبيعمل اللي هو عايزه. اللغه، وده اكبر عائق بيقابلنا احنا كمصريين لما بنيجي لامريكا، لان اللغه صعبه بنتعلمها بصعوبه واحنا ما بنتعلمش انجليزي كويس في المدارس، فلما بنيجي لامريكا بيكون الوضع صعب في البدايه. فلو انت مش بتتكلم اللغه حاول تتعلم اللغه من دلوقتي عشان الوضع يبقى سهل عليك لما تيجي. الناس اللي بتنجح في امريكا مش دايما اذكى ناس، الشخص اللي بينجح في امريكا هو الشخص الصبور اللي عنده طموح، اللي عنده هدف ومركز عليه وبيشتغل عليه واحده واحده وبيفضل مكمل وراه، ولازم يكون عنده قدره على التكيف مع المجتمع الجديد والحياه الجديده اللي هو عايشها عشان يقدر يكمل في ده. الهجره مش سهله وامريكا مش جنه، بس برضه مش مستحيل. القرار في ايدك، بس لازم يكون عن وعي مش عن اندفاع. لو شايف انك مستعد نفسيا وماديا وعندك هدف عايز تحققه وعارف هتوصل له ازاي، روح وسافر وابدا حياه جديده. بس لو لسه متردد فكر تاني، لان السفر مش بس شنطه وطياره، سفر غربه وتعب. وقبل ما تقول انا مسافر امريكا اسال نفسك سؤالين: هل ده فعلا قرار يستاهل؟ وهل انت قدها ولا لا؟